بيبدأ فيلم النهارده بخناقة جامدة جدا في واحد من السجون اللي في المدينة، وبنشوف جماعتين واقفين يتعاركوا مع بعض، واللي كانوا نازلين ضرب وجلد في بعض في كل مكان. ده حتى بيكون في مساجين تانيين واقفين بعيد عن المشاكل كده وملهمش علاقة بالخناقة، بيدخلوا جوه الخناقة هم كمان وبيتطحنوا مع المطحونين. ساعتها بيدخل واحد اسمه تشينج وبيعمل نفسه السبع رجالة كده في بعض، وقال انه هيدافع عن الزعيم اللي بنعرف ان شهرته السلطعون، وكمان بنعرف اصلا ان السلطعون ده هو اللي سبب الخناقة دي كلها. بس بطلنا اول ما بيرفع ايده كده على الزعيم بياو خد قلم منه محترم كده ما قامش منه مرة تانية، وكمان كل لما بيحاول يقوم من تاني ويمسك في الزعيم بياو بياخد خبطة ورا التانية وبيفضل مدروخ وواقع على الارض. بس لما السلطعون بيشوف ان الراجل اللي ضحى بنفسه علشانه وقال هيدافع عنه اتطحن وما بقاش فيه نفس يكمل، انضم للقتال هو كمان وفضل يضرب في بياو، وكل الرجالة مسكوا في بعض وقتها. بس سريعا ما بيتدخل حراس السجن وفضوا الخلاف بسرعة، وبعده اخيرا بياو عن السلطعون وعرفوهم انهم لو اتخانقوا مرة تانية هيحبسوهم في الانفرادي وهيعلموهم الادب تمام. المهم بنرجع مع بعض 3 شهور من الزمن كده علشان نفهم بالظبط ايه اللي جمع تشينج ودمه على السلطعون من الاساس. بس المهم اننا بنعرف ان في الاساس تشينج ما دخلش السجن في جريمة عملها ولا حاجة، انما طلع هو اللي لبس نفسه بنفسه في قضية علشان يدخل السجن برجليه. بس قبل ما نفهم الحكاية عاوز اقولك ان تشينج في الاساس شغال كاتب سيناريو افلام، وبالاخص نوعية افلام السجون ورجال العصابات. بس جه في يوم وانطلب منه يخلص شغل مش شغله، وساعتها تشينج اتضغط جدا بسبب ان المنتج طلب منه ان الفيلم يكون عنده قبل 4 ايام، ولو ما سلمش الشغل اللي معاه في ميعاده المنتج ده المعروف عنه انه ما بيتفهمش ولا بيتراجع عن قراره، وقال له انه هيخلص عليه حرفيا لو اتاخر. ساعتها بقى تشينج بيفضل يفكر ليل ونهار في حل، وكانت دماغه واقفه خالص عن الكتابه ومش عارف يشتغل. المهم قبل ميعاد التسليم ما يجي فجأة تشينج سمع صوت بيندى عليه، والصوت ده بنعرف انه صوت جده اللي متوفي من وقت طويل، فبيعرفه جده انه غايب عنه كنز عيلته الكبير جدا، والكنز ده بيتمثل في سبايك ذهب غالية جدا. بس علشان يوصل للكنز ده لازم يرجع يدور عليه في قبو بيت عيلته القديم من زمن الزمن، والبيت ده بنعرف انه من زمن طويل جدا اتهد واتبنى مكانه سجن كبير. فبيقوم تشينج يدور في مستلزمات جده الشخصية، فبيتفاجئ لما بيلاقي فيها سبايك ذهب بس كان عددها قليل، بس طبعا ده دليل على وجود الكنز الكبير. فبيكمل تشينج تدوير وبيلاقي فعلا خريطة لبيت اجداده زمان اللي في الوقت الحالي بقى سجن واسمه سجن تشيلينج. فبيهتم تشينج بالموضوع وفضل ماشي ورا الخريطة، وفضل بقى يعمل دراساته لحد ما في النهاية وصل لانه اتسجن في سجن تشيلينج، وبنعرف انه اتسجن بتهمة تخريب ممتلكات الشرطة. المهم انه بيتصادف تشينج في نفس اليوم اللي دخل فيه السجن، وكان هو نفسه يوم عيد ميلاد الزعيم السلطعون، فالاتنين بيتعرفوا على بعض والسلطعون بيعمل معاه واجب وضمه للجماعة بتاعته علشان محدش يقدر يأذيه. وبيبقى سبب حب السلطعون لتشينج هو ان اسمه على نفس اسمه صاحبه تشينج اللي توفى من زمان. بس تشينج مش بيهتم بتكوين صداقة لانه دلوقتي في مهمة ولازم ينجزها قبل ما مدة حبسه تخلص ويخرج من السجن، وساعتها ولا هيطول ذهب ولا غيره. المهم انه اثناء ما كان تشينج قاعد مع نفسه وكان بيفكر في الاماكن المطابقة مع الاماكن اللي في الخريطة والعلامات، بتجيله جماعة بياو وبياخدوه علشان يتعمل له تشريفة السجن. فبياو بيبقى عاوز تشينج بما انه جديد يضمه لجماعته ويبقى واحد من رجالته. طبعا خلينا عارفين ان بياو عدو السلطعون وبينهم خلافات كتير، وبيبقى دماغه وخطته انه يضايق السلطعون علشان يعني يعرفه انه خطف منه الراجل بتاعه الجديد. بس طبعا السلطعون بيعرف بكده فبيروح لمكان بياو وقال له ازاي جاله الجرأة انه ياخد الراجل بتاعه من غير اذن. وبسبب الكلمتين دول بياو بينوي لتشينج على نية سودا، وعرفه انه لو شافه او حتى لمحه بس معدي من قدامه هيخلص عليه، وده بسبب انه سبب له احراج جامد قدام السلطعون. وبما ان السلطعون وبياو بنفس القدرة القتالية فالحمل ده كله بيتحط على تشينج. وبالفعل بيعدي يوم ورا التاني وبياو ورجالته مش بيسيبوا تشينج في حاله، وبيفضلوا يضايقوه في الرايحة وفي الجاية، وحتى وهو بياكل بيخلوه ياكل حاجات ما ينفعش تتاكل غصب عنه. والوضع اتحول مع تشينج من انه جاي يقضي مدة في البحث عن كنز جده اتحول وبقى جزء من مشاكل السجن والخناقات. بس الفرج بيرجع لما بيتعين تشينج عامل نظافة في السجن، وده طبعا بيفتح له فرصة انه يعرف يتحرك في كل مكان في المبنى من غير ما حد يشك فيه. وفعلا بعد التمعن والتركيز والتدوير في مكان الكنز بالاضافة لمساعدة الخريطة في توضيح الاماكن، وزي ما احنا عارفين ان الكنز موجود في قبو السجن او في بيت العيلة سابقا، بس الموضوع بيبقى صعب حبتين لان هيئة المكان يعتبر اتبدلت بواجهة تانية خالص. بس على العموم يعني بيفضل يكمل تشينج في التدوير على المكان
المكان اللي يوصله للقبو. بس طبعا مش لمدة طويلة هيفضل حر كده ويعرف يتنقل براحته كده زي ما هو عاوز، وده لان عمله الاسود بياو جاله وخطفه وخباه في مكان محدش يعرفه فيه نهائي. المهم بعد شوية بيلاحظ السلطعون ان راجل من رجالته واللي هو تشينج مش موجود وغايب عن انظاره، فسريعا كده بيفهم ان بياو هو اللي خفاه لان مفيش حد يقدر يعمل حركة زي كده معاه. بس بترجع تقف قدامه عقبة لما ما بيكونش معاه دليل على ان بياو هو اللي خفاه، وساعتها بياو بيستغل الفرصة واجبر السلطعون انه يشرب المية المقرفة بتاعته علشان يقول له على مكان تشينج قبل ما يتخنق ويودع الحياة. في اللحظة دي بنشوف السلطعون فعلا بيشرب المية بتاعت بياو علشان مفيش قدامه اي حل تاني غير انه ينفذ الاوامر بتاعته علشان ينقذ تشينج. المهم بعدها بنلاقي تشينج متكتف كده في بوكس في الزبالة بتاعت السجن، فبيحرروا السلطعون على طول. بس لحسن الحظ يعني ان بعدها بيوم بيقدر تشينج يحدد المكان اللي بيقع تحته القبو. بس بتقف قدامه عقبة هو كمان لما عرف ان السلطعون وبياو هيتعاركوا مع بعض في اليوم اللي هيدور فيه على الكنز بتاعه. بس بيحط تشينج خطة وقال انه هيستغل فرصة ان الشرطة هتبقى مشغولة في فض الخناق، وهو ساعتها يتسلل ويخطف المفاتيح بتاعة أوضة الملفات والسجلات السرية واللي بنعرف ان القبو تحت الأوضة بتاعتها على طول. فعلا على تاني يوم بتدور المعركة بين بياو والسلطعون، والشرطة برضو خرجت علشان تفض الخلاف اللي بينهم. وقتها تشينج استغل الفرصة ودور الجري على الأوضة بتاعة الملفات السرية، بس قبل ما يدخل باب الأوضة بثواني اتجف في الرجلين وبياو سحبه من قفاه لوسط الضرب ونزل فيه ضربه هو كمان. فبتتعطل خطة تشينج في انه ياخد الكنز مرة كمان، والمشكلة الكبيرة بالنسبة له انه مدته خلاص على وشك انها تخلص. ساعتها بيلحقوا السلطعون من ايد بياو وبينقذوا من الموت، فتشينج استغل الفرصة وقام معور بياو في وشه بالحديدة. بس قبل ما بياو يرد له الضربة الشرطة حضرت وفضت الاشتباك ما بينهم. ساعتها بيتحبس السلطعون وتشينج جنب بعض في السجن الانفرادي، وبياو بيتسجن في مكان بعيد عنهم. فلما تشينج شاف ان وقوف السلطعون جنبه بيجيب له مشاكل طلب منه انهم بعد ما يخرجوا من مكانهم ما يساعدوش تاني حتى لو شافوا بيتضرب من كل المساجين. فبيرد عليه السلطعون وبيقول له انه ما يقدرش يشوف الظلم بعينيه ويسكت عليه. المهم بعدها بدأ يحكي له عن صديقه تشينج اللي توفى من زمان، فبيحكي السلطعون وبيقول ان صاحبه ده كان ساعتها في نفس سن تشينج بالظبط، وكمان كان ذكي جدا وعنده مهارة عالية في القتال. وفي يوم من الايام بيدخلوا هما الاتنين في معركة مع عصابة كبيرة، وساعتها تشينج ده فدى صديقه السلطعون بعمره وحبس نفسه مع العصابة وادى فرصة للسلطعون انه يهرب وينفد بجلده. ومن ساعتها بياخد السلطعون عهد على نفسه انه مش هيتخلى ابدا عن اي شخص ساعده او دافع عنه. عامة بعد كام يوم بيخرجوا الاتنين من الحبس الانفرادي، وبعد الغدا بيتقابلوا وبيقعدوا مع بعض. فقبل اي حاجة تشينج اتأسف على الطريقة اللي اتكلم بيها مع السلطعون، وبدأ بعدها يحكي له اكتر عن نفسه وليه هو دخل السجن من الاساس. وفعلا حكى له الحكاية كلها من البداية وما سابش ولا تفصيلة من التفاصيل الا وعرفها له. في الوقت ده بيعجبه السلطعون الكلام وبيرحب بالفكرة جدا، وقال له كمان انه هيساعده على كده، وطالما هو بيثق فيه هو كمان هيثق فيه. المهم بدأ تشينج يعرف السلطعون على باقي تفاصيل خطته في السجن، وقال له انه لازم ينزل القبو قبل ما بياو يخرج من حبسه الانفرادي خلال اسبوع. فبسرعة وبدون تضييع وقت بينطلق الاتنين في تنفيذ الخطة. بس بما ان مفتاح اوضة الملفات السرية خلاص فرصتهم ضاعت انهم ياخدوه مرة تانية، بيرجع تشينج يفكر في اي طريقة تانية لحد ما فعلا بيلاقي فرصة انه يقدر من خلالها ياخد بيها المفتاح، واللي هي انهم خلوا الضابط المسؤول عن حراسة الاوضة يجيله حساسية عن طريق مكون كده، فبالتالي دخل الحارس العناية ومن بعدها لبس تشينج لبسه وقدر يتحرك ما بين الضباط عادي جدا من غير ما حد يعترض طريقه او يسأله رايح فين ولا جاي منين. بس طبعا ما ننساش مساعدة السلطعون اللي فضل يبعد انظار المساجين عنه علشان ما حدش يشوفه ويتعرف عليه ويكشفه. فبيكمل تشينج في سكته وقدر بالفعل يدخل اوضة الملفات السرية وفتح الملف اللي بيحتوي على خريطة السجن من جوه. بعدها قام طابق الخريطتين ببعض وقدر فعلا يحدد امتداد القبو تحت ارضية السجن كله. وهنا شاف ان القبو ممتد تحت الاوضة بتاعة الملفات وفي نفس الوقت ممتد تحت اوضة الغسيل بتاعة السجن برضه. فبما ان اوضة الملفات السرية مش هيقدروا يحفروا فيها فبيقرروا انهم يحفروا في اوضة الغسيل. وفي وقت ما كل الانظار بعيد عنهم بيتسلل الاتنين تحت الاوضة عن طريق باب سري. بس المشكلة ان بتقابلهم تحت عقبة كبيرة حبتين، واللي هي انهم شافوا جدار سميك من الخرسانة كان فاصل بين القبو والمخزن
اللي تحت الارض. بس بيرجع يفكر تشينج وقال ان الجدار ده من الاسمنت بس معمول منه طبقه رقيقه، فبكده يبقى سهل انهم يكسروا جزء منه، واللي بعد كده هيكون سهل في الحفر. بس برضو بتقابلهم مشكله تانية، وهي انهم هيكسروا الجدار ازاي وهم مش معاهم اي معدات، وغير كده كمان الخبط اللي هيخبطوه في الجدار ده هيعمل صوت واكيد هيجذب الانظار ليهم. بس بيحضر تشينج بفكره كده وعمل موتور الغساله شنيور حفر قوي، وبكده تبقى انحلت اول مشكله اللي هي الحفر في الجدار. بس برضو لسه مشكله الصوت ما خلصتش، بس وقتها قال السلطعون ان مشكله الصوت دي سهله ورجالته هيبقوا يتولوا الموضوع ده، وفعلا الخطه ماشيه تمام زي ما هم عاوزين. وقدر تشينج انه يشوف فتحه القبو بعد ما هد الجدار وحفر في التراب. ساعتها بيسيب السلطعون يدخل هو يدور على الكنز بتاع جده، وبيخرج هو على السطح علشان يأمن المكان والاجواء. المهم بنرجع لتشينج في القبو بعد ما احبط تماما بسبب انه بعد التدوير الكتير في كل شبر في المكان مش بيلاقي اي كنز ولا حته سبيكه صغيره، كل بس اللي قدر يلاقيه هو حته لوحه من الخشب، مش عارف دي هتفيده في ايه. ساعتها بيقرر السلطعون يرجع له من تاني علشان قلق انه بقاله فتره تحت ولسه ما خرجش. فاول ما بيوصل السلطعون لتشينج قال له طالما هو لقى اللوحه الخشبيه ياخدها وخلاص، واكيد بما انها اثريه وقديمه فهيقدر يبيعها بفلوس كويسه. ساعتها تشينج مش بيرضى ياخدها لان خاب امله بعد الرحله الطويله دي. بس فجاه بعد ما السلطعون شال اللوحه من مكانها اتفتح في لحظتها بوابه كده، وبنشوف ورا البوابه دي فعلا ان الكنز حقيقي وموجود زي ما جد تشينج قال عليه. وبنكتشف في اللحظه دي ان اللوحه كانت عباره عن مفتاح للكنز، ولو ما كانش السلطعون شالها من مكانها ما كانوش قدروا ياخدوا الكنز فعلا. المهم يعني بعد ما فرحوا شويه كده بتقابلهم مشكله صغيره، وهي ازاي هيخفوا الذهب دي عن عيون وايادي المساجين وبالاخص بياو وجماعته. فبيفكر تشينج وقال انه هيحطه في حمض خطير جدا مستحيل اي حد يفكر يقرب منه، وبما ان الحمض ده مش بياكل في الذهب فبتنجح الخطه في اخفائه على ما مده تشينج تخلص ويخرج بيه من السجن. بس بيجي السلطعون بمشكله كمان وقال له حتى لو قدرت تخبي الذهب عن عيون الناس ازاي هتخرج بيه من السجن اساسا. فرد عليه تشينج بالاجابه وقال له انه مجهز كل حاجه من اول الخروج من مكانهم هنا لحد ما يخرجوا بره السجن اساسا. والخطه بتكون كالتالي: اولا هيستخدم تشينج عربيه التسليم لان العربيه دي فيها جزء مخفي مستحيل حد يبص عليه ولا يشك فيه لا من قريب ولا من بعيد. وبيكمل وبيقول انه هيخبي السبايك في المكان المخفي ده وبعدها هيخرجوا علشان يستلموا الشحنه اللي جايه من بره اذا كانت يعني اطباق او خضار. وبما ان السبايك بعيد عن المكان اللي الحراس بتفتش فيه فهيقدروا ساعتها يخرجوا بالذهب بكل سهوله. المهم بعد ما تشينج بيحدد اليوم اللي هيخرج فيه من السجن كان موافق نفس اليوم اللي هيخرج يستلم فيه البضاعه من بره، فلو قدر يخرج لحد بره السجن بسلام ساعتها تفضل قدامه خطوه واحده بس وهي ازاي هيرجع الذهب من عربيه الشحنه. فبيكمل تشينج وبيقول انه عارف ان العربيات بتستقر في النهايه في المستودع فبالتالي هيروح على هناك ويسترد الذهب مره تانية، وبكده خطته هتكون نجحت تمام التمام. بنرجع بقى مره تانية للسجن على ما المده بتاعت تشينج تخلص ويبدا في تنفيذ الخطه اللي قالها. المهم على تاني يوم بيجي للسلطعون زياره من بنته شان، فبيجهز نفسه وبيلبس كويس كده وبيروح علشان يقابلها. اول ما شافها الفرحه ساعتها ما كانتش سايعاه وفضل يتكلم معاها كتير لان بقالها فتره مش قليله بعيده عنه. فبتعرفه بنته وبتفرحه اكتر لما قالت له انها هتكمل تعليمها وهتقدم في جامعه بوسطن. في المقابل بنشوف بياو بعد ما خرج من حبسه الانفرادي وشكله كده كان ناوي للسلطعون وتشينج على نيه سودا. فبيقرر السلطعون انه يروح يتكلم معاه ويهديه عن اللي هيعمله علشان يعني تشينج ضعيف وممكن يموت في ايده انما هو هيقدر يتصدى ليه عادي. فبيرفض بياو عرضه وبيكون مصمم على القتال، وفعلا مش بيعدي ساعتين على بعض وبياو فضل يضرب في رجاله السلطعون لحد ما عجزهم تماما. بعدها انقض على تشينج وفضل يضرب فيه هو كمان لحد ما طفحوا الدم، بس سريعا بيلحقوا السلطعون وفضل يضرب فيه وبعد تشينج عن ايده. في اللحظه دي بيقع بياو على جردل السبايك فبالتالي الجردل وقع منه كل السبايك على الارض. فبيتصدم بياو ساعتها اول ما شاف السبايك قدام عينيه وقام مسك تشينج وساله عن المكان اللي جاب منه الكنز ده ومرضاش يفلته من ايده الا لما يبقى ليه نصيب من الكنز اللي قدامه. من الناحيه التانيه بيجي السلطعون من وراه وبينقض عليه وقام وقعه على الارض وفضل يخنق فيه بسير الغساله. فسريعا ما بينفض الخلاف بينهم لما حضر مأمور السجن والتانيين في اقل من ثانيه خافوا كل السبايك من على الارض. فلما سأل المأمور عن الدوشه والبهدله اللي في المكان دي رد عليه بياو وقال له انهم كانوا شغالين وبيغسلوا الهدوم وهم ماشيين اتزحلقوا بسبب المسحوق اللي على الارض. طبعا في الوقت ده بيتضايق السلطعون جدا لما شاف تشينج وافق على كلام بياو وقال ان ده فعلا اللي حصل وخلى المأمور يمشي من غير ما يعاقب بياو على تمرده وضربه ليه.
بعدها السلطعون بينهي علاقته بتشينج لانه شاف انه اناني ومش بيفكر غير في نفسه وفي الذهب وبس. المهم على تاني يوم بنتفاجئ بدخول المنتج اللي تشينج بيكتب له الفيلم بتاعه، وساعتها بنعرف انه دخل السجن واتحبس مده قليله بسبب انه كان سكران وضرب شخص في الشارع. بس الاهم من كده راح هدد تشينج وقال له ان الفيلم اللي اتاخر بسببك ده هتشيل ثمنه. وقبل ما المنتج يتهور ويمد ايده على تشينج بيلحقوا بياو وبيدافع عن تشينج وبيخلي المنتج ده يبعد عنه تماما، وطبعا سبب حمايته ليه هو علشان المصلحه وبس. المهم بيرجع بياو يمسك في خناقه تشينج مره تانية، وده بعد ما تشينج قال له انه مش هيقدر يهربه معاه لانه ما كانش عامل حسابه انه هيخرج هو ومعاه حموله الذهب وشايل هم فرد كمان. كل اللي خطط له بس وفكر له هو نقل الذهب وخروجه من السجن لا اكتر ولا اقل. وغير كل ده المعروف عن السجن اللي هم فيه ده ان ما عداش عليه خبر ابدا ان في مسجون قدر يهرب منه، بس بياو مش بيفرق له كل الكلام ده وقال له انه لازم يفكر في طريقه لخروجه معاه يا اما هيخلص عليه حتى لو قدر يخرج من السجن بالذهب. في نفس الوقت ده بيقرر السلطعون ينضم ليهم مرة تانية وقال لهم انه هيساعدهم في الخروج بس بشرط واحد وهو انه يخرج معاهم، وده لانه عرف ان بنته شان وقعت من طولها ودخلت المستشفى ولازم يكون جنبها في ازمتها. واللي بيخلي بياو يوافق انهم يفكروا في الخروج مع بعض هو ان السلطعون قال انه مش عاوز نصيبه من السبايك بعد ما يخرج. على تاني يوم بيجي لهم تشينج بخطة فرصة نجاحها 100%، وهي ان بعد 3 اسابيع من النهارده هيبقى في حفلة راس السنة في السجن، ووقتها طبعا كل الحراس والمأمور هيبقوا بيحتفلوا والحراسة هتكون على البوابة قليلة وساعتها يقدروا يخرجوا كلهم بأمان. بس المشكلة اللي محتاجين لها حل حالا هي ان تشينج مدته خلاص خلصت وخارج بعد اسبوع من السجن، فحل المشكلة دي بتكون سهلة جدا على بياو، وبنعرف ان فرصة تمديده فترة تشينج في السجن هو انه يتضرب جامد لحد ما عظمه يتكسر، فبالتالي هيتحجز في المستشفى لحد ما يستجمع قوته مرة تانية ويقوم. وبالفعل بيقوم بياو بالمهمة دي ونزل فيه ضرب لحد ما عدمه العافية. المهم بتمر الايام وبيخرج تشينج من المستشفى وبيرجع علشان يحط الخطة اللي بيها هيخرجوا من السجن. فبدأ تشينج يعرض الخطة على بياو والسلطعون وعرفهم على كل التفاصيل بتاعتها، وبعدين كل واحد فيهم هيقوم بأنهي مهمة علشان مفيش فرصة للغلط تماما، وكل واحد من الثلاثة اللي قدر يساعد بيه ساعد علشان الخطة تمشي تمام ويخرجوا للنور مرة تانية بسلام. وبما ان تشينج عاشق لأفلام السجون والهروب وغير كده وكده هو كاتب من الأساس، فبالتالي حسه في التفكير والتخطيط عالي جدا، والكل من الثلاثة بدأوا في تنفيذ اللي عليهم، وكل ده قبل ساعة الاحتفال اللي هيقام في السجن بثواني. وبما ان الخطوة محسوبة بالشعرة ولو اتأخروا ثانية واحدة بس الخطة كلها هتبوظ ومش بعيد يتقفشوا ويقضوا مدة أطول من مدتهم الأساسية، وفعلا وصلوا للنهاية وكل حاجة تعتبر جاهزة للانطلاق. على العموم بعد شوية بيجي ميعاد الحفلة والكل من المساجين والحراس بيحضروا وبيحتفلوا مع بعض، وفي اللحظة دي بيمثل بياو والسلطعون وتشينج انهم بيحتفلوا مع اصحابهم علشان طبعا محدش يشك فيهم. وعلى الليل بقى بيبتدي الجد بينهم، وبنعرف ان تشينج عامل حركة ذكية جدا قدر بيها انه يعمل انفجار جامد جدا في كل السجن، وفي ظرف ثواني الساحة والمباني اتحولوا لحلقة نار ولا اجدعها انفجار بركاني حاصل. فبعد الانفجار ده حصلت حالة من القلق والهمجية بين المساجين وبعضها، حتى الحراس بيبقوا خايفين جدا في اللحظة دي، بس حاولوا انهم يهدوا الامور ويقللوا التوتر في المكان. وساعتها شاف الرجالة بتاعتنا ان دي اللحظة المناسبة انهم يدخلوا في الجزء الاخير من الخطة ويهربوا، بس في نفس الوقت اللي هم فيه في المخزن علشان يهربوا بالسبايك بيلاحظ المأمور غيابهم عن بقية المساجين، فبيأمر المأمور كل الحراس انهم يقلبوا السجن عليه وطيه ويرجعوا ببياو والسلطعون وتشينج قبل ما يهربوا. الرجالة بتوعنا بقى بنشوفهم هم خلاص في ماسورة التهوية بتاعة السجن وكان على كتفهم الحبال اللي هينزلوا بيها، بس المشكلة ان في وقت نزولهم اتصاب تشينج في رجله بجرح جامد جدا، وفي اللحظة دي بيتعطل شوية عن الهروب. وهنا بيحاول السلطعون انه يوقف نزيف دم تشينج، بس بنلاحظ كده ان بياو شكله ناوي على الغدر، وفعلا مشى هو وكمل وسابهم لوحدهم بحجة انه رايح يأمن لهم المكان. في نفس التوقيت ده بيحضر المأمور بالحراس في المكان اللي واقف فيه السلطعون وتشينج، بس في ظرف ثواني كانوا اختفوا من المكان تماما، فبيرجع الحراس يلفوا من الناحية التانية من السجن علشان يعني يقابلوهم ويقبضوا عليهم هناك. وفي المقابل بيتجمع الشباب في المجاري وفضلوا ماشيين في المية ورا المسارات اللي على الخريطة، بس بتقف قدامهم مشكلة، وهي انهم لما وصلوا لنهاية الطريق قابلوا في وشهم ماسورة المجاري العمومية اللي لو فتحوها هتغرقهم بسبب الاندفاع اللي هيحصل منها. ساعتها بيفكر تشينج وقال ان الحل الوحيد علشان يعدوا من الماسورة من غير ما يغرقوا هو انهم يعملوا انفجار كمان في غاز الهيدروجين
الهيدروجين اللي اتكون من المية الملوثة على مر السنين. وبالفعل بيفتح بياو والسلطعون المحبس وحرروا كمية مش قليلة للغاز، وبعدها تشينج عمل شرز كده اتسبب في انفجار جامد جدا في المجاري. في نفس اللحظة دي غطسوا كلهم تحت مية المجاري علشان يتفادوا الانفجار، ولحسن الحظ قدروا ينجوا منه. بس بيروحوا برجليهم بعد كده للمشكلة اللي بعدها، وهي ان الماسورة بتاعت المجاري بيكون المصب بتاعها في البحر. بس بنعرف انهم مرتبين لحاجة زي كده، وكان معاهم الحبال اللي هينزلوا بيها للمركب، اللي بفضل علاقات بياو بره السجن قدر يجيبوا في المكان ده علشان يهربوا. لكن الغدر بيظهر من بياو لما بيجي يضرب تشينج بالسكينة في صدره، بس بيلحقوا السلطعون وبيبعدوا عن تشينج علشان ينقذوا قبل ما يخلص عليه. وبعدها الاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض على اخرهم. بس بعدها بيتمكن بياو من السلطعون وقام خبطه في دماغه بالطوبة لحد ما صفى دمه، وبيكمل هو هروبه بالذهب. بس المفاجأة يعني لما بنلاقي ان تشينج لسه عايش بفضل اللوحة بتاع جده اللي لقاها في القبو، واللي بنعرف ان هي اللي خدت الخبطة كلها ومنعت السكينة توصل لقلب تشينج وتخلص عليه. بس قبل ما يقوم تشينج على حيله وينقذ السلطعون من الموت، بيروح بياو بالسلطعون على حافة الماسورة، وخلاص كان هيحدفه من مكانه وكان على بعد لحظات وينزل في البحر للسمك. بس ساعتها بيلحق تشينج الحبل وبيشده وبينقذ السلطعون قبل ما يقع في المية. بس من جحود وشر بياو فضل يعذب في تشينج علشان يقهره على صاحبه السلطعون، فبالتالي يضعفه وبعدها يخليه يفلت الحبل ويقع السلطعون في البحر. بس في لحظة غفلة انقض السلطعون على بياو وقام شده بعدها ووقعه في البحر بالذهب اللي معاه. في نفس اللحظة دي بيسحب تشينج الحبل بايده الاتنين بكل قوته، وفضل صامد علشان صاحبه ما يقعش منه، وخلى مهمة انقاذ الذهب اخر همه. بس لما الحبل اتقطع طار على حافة الماسورة ومسك السلطعون بايده وانقذه من السقوط على اخر لحظة. المهم بيطلعوا الاتنين من المجاري وبيسلموا نفسهم لمأمور السجن، وبعدها بيتم الافراج عن تشينج بس مع دفع تكاليف التلفات اللي حصلت في السجن. والسلطعون بيقضي باقي مدته بامان في السجن بعد ما عرف ان بنته بخير وعملت العملية بسلام. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.